السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات على أحلى أمارات، يا مراحب يا مراحب، أهلا وسهلا بكم حبيباتي، وحشتوني بحبكم في الله، شرفوني ونوروني على قناتي أصلي وعصري، وعلى صفحتي على الفيس أصلي وعصري. يا رب دايما كل حاجة بقدمها لكم تعجبكم، ولايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. أهلا وسهلا بكم. لو عندك مانجا، حطي المانجا على الحليب واعملي أحلى تحلية باردة للصيف. تحلية خفيفة سريعة منجزة، مش هتاخد منك وقت خالص. الأول نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أنا عندي هنا المانجا بتاعتي مانجا نعومي، أنا غسلاها وجايباها طازة وحلوة كده. أنا بحب المانجا النعومي أوي، كل المانجا حلوة أوي الأيام دي وطعمها حلو أوي، بس أنا بخص النعومي عشان بحبها أوي يعني. بس كل الانواع المانجا اللي موجوده في السوق الايام دي، لان الموسم بتاع المانجا يعني كل حاجه يعني بجد طعمها حلو قوي. طبعا بمناسبه ان المانجا مغرقه الدنيا، واحنا بقى فرزنا وعملنا وصفات كتيره قوي قوي معاكم على الفيس وعلى الصفحه وعلى قصدي على اليوتيوب. ف هعمل لكم بقى النهارده وصفه كمان كده سريعه وسهله. انا جبت المانجا قطعتها زي ما قلت لكم الواحده على 4، واخدت منها القطعه كده وقطعتها بالطول وبالعرض، ورحت جردها بالسكينه وفي بوله كده ومنزلاها، نزلت معايا مكعبات متساويه. واخدت القشر هحتفظ بيه مش هرميه طبعا، اوعي ترمي اي حاجه. وجبت بوله كده حطيت فيها 4 معالق من الجيلاتين، وضفت عليها كوبايه من الميه ميه الحنفيه العاديه جدا، وبقلب فيها لغايه ما تختفي كل التكتلات اللي في الجيلاتين، وبركنها على جنب كده لغاية ما تشتغل معانا شوية. هاخدها أكمل بيها الوصفة يعني. وجبت بقى بولة كده وضفت فيها كيلو من اللبن الحليب، وضفت فيه ربع معلقة فانيليا بودر، وضفت كمان 5 معالق من السكر. لو حابة تضيفي عسل ضيفي عسل، مفيش مشكلة خالص، الموجود عندك هتشتغلي بيه. وبعدين بجيب المضرب وبقلب كده لغاية السكر عندي ما يدوب في المزيج كويس قوي، بتقلبي كويس قوي. عندك فانيليا سايله اوكي، عندك فانيليا باودر اوكي، عندك اللي هو الباكت ده اوكي، اي نوع فانيليا عندك. الفانيليا بتدي طعم حلو قوي قوي مع الحليب للحاجه التحليه اللي احنا بنعملها مع بعض دي. احنا بنعمل تحليه حلوه قوي بالمانجا على الحليب يعني. بنحاول ننوع وبعمل لكم شويه وصفات وشويه حاجات وحركات كده بالمانجا، بما ان المانجا موجوده في كل بيوتنا الايام دي. كان هنا الجيلاتين اشتغل معايا وبقى زي قطعه العجينه زي ما انتم شايفين كده، فرحت ايه نازله بيه في البوله. نزلت فيه البوله ودوبت كويس قوي، ودوبته لغايه ما اختفى تماما. ما لقيتيه احسن يعني. انا حابه انك تضربيه في الخلاط ضربه احسن، في الخلاط بيبقى كريمي كده، الخلاط وانت بتضربيه لسه بيكون كريمي فيه، بتبص تلاقيه بقى كريمي فيه. فالاحسن اضربيه في الخلاط، سيبك من حته انك ايه تقلبيه بالمضرب في الحليب دي. وبعدين ضفت بقى كميه من المانجا اللي انا مقطعاها مكعبات على الكيلو الحليب. يعني طبق كبير كده حلو. ده على حسب بقى انت ما بتحبي يعني، ممكن تحطي ازيد ممكن تحطي اقل، مش فارقه. وعلى فكره ممكن تضيفي اي نوع من الفاكهه، اي نوع من الفاكهه ممكن تضيفي، مفيش مشكله خالص، بس احنا بنشتغل بالمانجا على اساس انها موجوده الايام دي في كل بيوتنا يعني. عندي هنا العلب البلاستيك دي موجودة عندي، اشتغلت فيها وحطيتها وغطيتها كده بحيث اني ادي لابني او لبنتي العلبة زي ما هي كده. العلبة هنا حلوة وبتاخد كمية كويسة قوي. وممكن كمان نغرف في كاسات او في اي اطباق عندك انت بتقدمي فيها. عندي برضو هكمل في كاسات، الكاسات دي على فكرة كبيرة بتاخد كمية كبيرة جدا. الكاسات أنا عاملاها للجيلي وللكريمة والرز بلبن والكنافة والحاجات دي كلها، بقدم فيها الحاجات دي كلها. هي بتاخد كمية مناسبة جدا، كمية حلوة يعني بسم الله ما شاء الله. وبغرب بقى في الكاسات بتاعتي كلها، وهوريكم دلوقتي ايه الكمية معايا بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة قوي يعني. كيلو الحليب على شويه المانجا اللي انا ضفتهم. انا ما ضفتش المانجا اللي انتوا شفتوها دي كلها في اول الفيديو، لا انا ضفت يعني حوالي مانجايتين كده قطعتهم. و يعني اي نوع زي ما قلت لك، اي نوع عندك فاكهه ممكن تضيفيه، يبقى ميكس فاكهه مع الحليب بيبقى حلو قوي. عطاني كميه حلوه قوي، عطاني 7 اطباق او 7 كاسات، وحطيتهم في التلاجة. المفروض تحطها في التلاجة تقعد معاكي يعني، تعمليها من بالليل تقعد معاكي لتاني يوم، تبيت في التلاجة بمعنى أصح. بس أنا عشان النور بيقطع فخرجتها بعد ساعتين.
من التلاجة، وحبيت احط التكة الاخيرة دي عشان اعمل الفيديو واخلص منه يعني. بس هرجعها تاني التلاجة، مش هاكلها دلوقتي لان هي لسه ما جمدتش معايا قوي، هي يا دوب كده بس تماسكت. بدلعها بقى شويه كده، بحب اضيف لها بقى شويه مكعبات مانجا معايا، شويه مكعبات زي ما قلت لك، اي نوع بقى، اي نوع. انت هنا بقى بنعمل ميكس مانجا بقى من اللي هي انطبخت كده مع الحليب دي، بحبص تلاقي مع الفانيليا، وباخد بقى قطعه بقى طازه، شويه قطع طازه كده بضيفهم عليها من فوق، بيبقى ميكس ما بين القطع المانجا اللي في الحليب، وميكس ما بين المانجا اللي هي فوق الكاسات او الاطباق. بجد اخر دلع يعني، المانجا يعني عشق عشق بجد يعني، طول ما هي موجوده اعملي ونوعي وشكلي لاولادك بحيث ما يملوش يعني. مش لازم المانجا تجيبيها تاكليها كده يعني يمسكوها ياكلوها كده. انا عملت لك كل الوصفات اللي تخص المانجا كلها موجوده معاكي على القناه، الوصفه اللي تعجبك اعمليها. بس احنا بنعمل حاجات سريعه، حاجات بسيطه تنجز في الحر اللي احنا فيه ده، وتبقى منعشه ومرطبه لاولادنا ولضيوفنا، وتبقى موجوده في بيتنا في ثلاجتنا، وسهله ما تاخدش منك 5 دقائق في الاستخدام. اخدت بقى القشر، اخدت القشر ارميه؟ لا ما ارميهوش طبعا. القشر بقى هيعمل معايا كميه عصير دلوقتي. حطيته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، حطيت برده نص كيلو من اللبن الحليب وذره فانيليا، وحطيت برده نص كوبايه من السكر العادي بتاعنا. حابه تضيفي عسل زي ما قلت لك ضيفي عسل، ما فيش مشكله خالص. ورحت واخده بقى كميه القشر دي حطاها في الخلاط. القشر ما ترميهوش خالص، القشر تعملي بيه عصير فريش يقعد في التلاجة. هوريك الكميه اللي هتخرج لي من شويه القشر اللي انت شايفاهم دولت دلوقتي، هتخرج لي كميه بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. وقوام بقى ايه، قوام انسي، قوام بتاعه بيبقى تقيل جدا وجميل جدا. هو عموما قشر المانجا النعومي يتاكل لوحده بيبقى مسكر، والله لو دوقتيه هتلاقيه مسكر. ضربته وجبت بقى شفشق كده، ونزلت بيه في شفشق اصفيه طبعا، لان القشر لازم يتصفى بمصفى ضيقه، ما تكونش مصفى واسعه، لان المصفى الواسعه انا صفيت بيها قبل كده عشان انجز. لقيتها بتنزلي برضو قطعه من القشر كده ما حبتهاش يعني. فاحسن حاجه وانت بتصفي القشر ده صفيه بمصفى تكون عيونها ضيقه، وعمل لي كميه كبيره، شفشقين كبار اهو زي ما انتم شايفين. القشر بقى شويه القشر اللي احنا كنا هنرميهم دول وهنتخلص منهم ونرميهم، لا عملت بيهم احسن شفشقين عصير اهو مالين الدنيا معايا بسم الله ما شاء الله. وهوريك القوام دلوقتي. جبت الكاسات بتاعتي وحطيت فيها بقى التلج عشان نقدم بقى. هتقدمي باي طريقه انت حابه، هتقدمي في كوبايات، هتقدمي في كاسات، انا عطياكي الاثنين يعني، انا حاطه لك الكوبايات وحاطه الكاسات اللي تحبيه. وحطيت تلج بقى في قعر الكاسات كده، وبنزل بقى عايزاك تشوفي بقى القوام معايا، شايفه القوام كريمي وتخين وعامل ازاي. ده من شويه القشر اللي احنا كنا هنرميهم يعني. ما ترميش حاجه في بيتك خالص، دايما نعمل اعاده تدوير للاشياء. الست الشاطره تعمل في بيتها وتملى بيتها بالخير. بصبها بقى وبقدمها كده في كاسات لاولادي او لضيوفي، بتبقى حلوه قوي وبتبقى في التلاجة طازه وفريش وحلوه قوي. ممكن ناخدها بقى القطع دي نحطها في اكياس كده ونحطها في الفريزر ونطلع منها اول باول على الخلاط. طب عليكي يضيف فجاه تطلعي الكيس وتضربيه في الخلاط سريع جدا فورا كده وتقدمي منه، تبقي دايما مستعده. احنا خصوصا في يعني احنا كمصريين بيوتنا مفتوحه وبيجي لنا ضيوف في كل وقت ومتعودين كعائلات يعني، وضيوف واخواتك واهلك بيجوكي. شايفه بصي تبقي جاهزه دايما يعني. شايفه القوام شكله ايه في الكوبايه؟ القوام بتاعها تقيل جدا. لا مش هسيبها بقى، هسيبها كده خلاص؟ لا مش هسيبها كده خلاص، لسه برضو هدلعها شويه. هتدلعيها تاني يا ام مالك؟ اه هدلعها تاني ان شاء الله. احط لها بقى شويه مكعبات كده بقى، شويه دلع كده كمان، لازم ندلع المدلع. بصوا اهو كده اخر حلاوه كده بقى. بصي تاكلي بقى ميكس ما بين العصير بتاعنا اللي هو معمول بالحليب والفانيليا وقطع المانجا، حاجة حلوة قوي. هشكلي ونوعي واملي بيتك بالخير. الكمية دي مش واخدة مني مانجا كتير يا جماعة، الكمية دي مش واخدة مني مانجا كتير خالص، ده انا عملتها يعني بشوية مانجا صغيرين مش كتير يعني. عملت الوصفتين من شوية مانجا صغيرين مش كتير. واللي حابب ياكلها كده ياكلها، واللي حابب ياخدها عصير ياخدها عصير، واللي حابب ياخدها في اطباق ياخدها في اطباق. انت تعملي بقى وتروقي على اولادك وتروقي على بيتك كده. بس شايفه شكل العصير شكله ايه؟ شايفه قطع المانجا شكلها ايه فوق؟ والعصير العصير القوام بتاعه تقيل، القوام بتاعه تقيل. شايفه يعني انا حاطه فيه القطع ما غطستش جوه الكاس، شايل رفع القوام بتاعه رافع القطع. معنى ذلك ان هو شايفه القطع بصي اهي ما غطستش جوه الكاس. ليه؟ لان القوام بتاع العصير عندي مش ميه، القوام عندي تقيل. شويه القشر دول اتعملوا لي شويه عصير يستاهلوا بقك. الف هنا على قلوبكم يا رب، يا رب كده وربنا يهنيكم ويمتعكم، واعملوا في بيتكم حبيبتي، واعملي في بيتك وفرحي ولادك. ده شعار قناتي. وعملت احلى تحليه من
شوية المانجا اللي عندي دولة العصير، وعملت كمان التحلية الجميلة الباردة دي باللبن الحليب. رفعنا القيمة الغذائية وعملنا حاجة سريعة بسيطة منجزة ما تتعملش في 5 دقايق، وملينا تلاجتنا بالخير. أي ضيف يجيلك أنت مستعدة، أولادك، زوجك، تكوني مستعدة دايما وتلاجتك مليانة بالخير. ربنا يسعدك ويهنيكي ويملى بيتك بالخير ويذهب بالغلاء والبلاء والهم والغم عن العباد والبلاد يا رب العالمين. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك حبيباتي. واي اسئله انا تحت امركم، انا برد في التعليقات. الناس اللي بتقول انك مش بتردي على التعليقات، لا حبيبتي، انا برد على التعليقات اول باول، مش بسيب ولا تعليق. وانا تحت امركم في اي وقت، نوروني وشرفوني، ويا رب كل حاجه بقدمها تعجبكم. السلام عليكم.